القانون رقم 13 قانون التراكم. كل نجاح مالي كبير هو حاصل جمع مئات النجاحات الصغيرة مش بتبان ولا بتتقدر. تحقيق الاستقلال المالي محتاج مجهودات صغيرة كتير منك. عشان تبدأ عملية التراكم لازم تكون منضبط ومجتهد، لازم تستمر على طول. في الأول مش هتشوف اي تغييرات او اختلافات، بس تدريجيا مجهوداتك هتظهر، هتبدأ تتفوق على زمايلك، ووضعك المادي هيتحسن، وديونك هتختفي، حسابك البنكي هيكبر، وحياتك كلها هتتحسن. القاعدة الأولى في قانون التراكم بتقول كل ما تزيد مدخراتك كل ما هتزيد الدافع جواك للوصول لهدفك المالي. من الصعب انك تبدأ برنامج التراكم المالي، لكن لما تبدأ هتلاقي انه سهل تكمل. مبدأ الدافع ده من الأسرار العظيمة، وهو بيقول ان انت محتاج لطاقة هائلة عشان تتغلب على الكسل في البدء بمراقبة الفلوس، لكن لما تبدأ بيكون محتاج طاقة أقل بكتير عشان تكمل. القاعدة التانية في قانون التراكم بتقول تخطي مسافة الياردة شيء صعب، لكن بتخطي الانش تلو الاخر يصبح كل شيء سهل. لما تبدأ تفكر في ادخار 10% او 20% من دخلك، هتبدأ على طول تفكر في كل الاسباب اللي بتخليه امر مستحيل. يمكن تكون غرقان في الديون، يمكن تكون بتنفق كل قرش بتكسبه على متطلباتك. بالرغم من ده لو وجدت نفسك في الموقف ده بالتأكيد في حل. الحل بسيط، وهو انك تقسم المبلغ اللي انت عايز تحوشه على شهور السنة. يعني لو انت عايز تحوش 10% من دخلك، ودخلك 10,000 جنيه، يبقى كل شهر هتحوش 1000 جنيه. لو دخلك 20,000 جنيه يبقى كل شهر هتحوش 2000 جنيه، وهكذا. الفكرة هنا ان انت ما تركزش على المبلغ الكبير اللي انت عايز تحوشه، لكن ركز على المبلغ الصغير اللي هتحوشه كل شهر. لما تركز على المبلغ الصغير هتلاقي انه سهل تكمل. وكمان انت ممكن تبدأ بمبلغ صغير وتزوده كل فترة. يعني لو انت مش قادر تحوش 1000 جنيه كل شهر، ممكن تبدأ ب 500 جنيه وبعدين تزودهم ل 1000 جنيه بعد فترة. الأهم من المبلغ اللي بتديهولك هو انك تبقى ملتزم بتحويشه كل شهر. لما تكون ملتزم هتلاقي ان المبلغ اللي بتحوشه ده بيكبر مع الوقت وبيتحقق هدفك المالي. نصيحة مني ليك، حاول تفتح حساب في البنك مخصوص علشان المدخرات بتاعتك، وحاول ما تلمس الفلوس اللي في الحساب ده الا للضرورة. لما تعمل كده هتبقى اسهل عليك انك تحافظ على فلوسك، غير لو انت حوشتها في البيت او حطيتها في ظرف او حطيتها عندك في الدرج. قانون التراكم ده قانون بسيط لكنه هو فعال جدا. لو انت ملتزم بيه هتلاقي انك بتوصل لهدفك المالي في وقت قصير.